هنا ازاي يا جماعة نعمل جيميل من التليفون بتاعنا؟ أول حاجة بنخش على تطبيق الجيميل اللي هو علامة الام دي، بتكون موجودة في أي موبايل تاتش. بنخش على العلامة اللي فوق على ايدينا الشمال اللي هي دي، بنتك عليها يجيب لنا الشكل كده. كل اللي هنعمله هننزل تحت خالص. طبعا مش هيكون موجود الجيميلات دي كلها عشان حضرتك مش عاملها. هندخل على أضف حساب آخر، جوجل. هنا هيطلب الرمز بتاع التليفون. هنا بيقولك هنخش على إنشاء حساب أهو، استخدام شخصي، الاسم الأولاني والاسم التاني، اسم العائلة يعني. لا احنا هنا هنحط أي حروف للاسم الأولاني وندوس التالي. جالنا دي. هندخل اليوم أي حاجة من 1 لحد 30، الشهر برضو أي حاجة، هنا ذكر أو أنثى أي حاجة. المهم هنا العام 1999. التالي هيجيلنا دي. هنختار التالتة، لازم نختار التالتة اللي هي إنشاء عنوان جيميل، ما ينفعش نختار أي حاجة من الاتنين اللي فوق. هنختار التالتة، بتكون باعت أسامي على نفس القناة، هتخش هتاخد منها نسخ. الأسامي بتبقى مبعوتة بالشكل ده. طب هناخد منها نسخ إزاي؟ هناخد الأسامي دي نسخ ونحطها هنا في الشات، مش هنبعته. لا احنا اللي هنعمله اننا بنحدد على اسم، بناخد الاسم قص وبنروح نحطه. طب لما بنيجي نعمل جيميل تاني ده بيبقى مفتوح زي ما هو كده. يعني انا لو جيت تاني هنا اهو بعد ما خلصت الجيميل خدت اسم تاني واشتغلت بيه بيكون مفتوح. بنروح نحط الجيميل اللي احنا اخدناه نسخ الاسم، وبنمسح الفراغات اللي هي ما بين الاسمين، تكة واحدة بتتمسح. وفي الآخر بعد الاسم بنكتب أي 4 أرقام أو 5 أرقام. التالي لو جالنا كده اسم المستخدم ده يعني شغال أو اتعمل بيه قبل كده، زود حرف أو ممكن نزود رقم أو حرفين، مش مشكلة أي حاجة، هيفتح معانا كده. أهم حاجة احنا بنعمل الجيميلات بأسماء مختلفة، لكن الباسورد بيكون ثابت في كل الجيميلات اللي هو ببقى بعته برضو في القناة AASS1122. الباسورد ده بيكون ثابت معانا على طول، والأسامي دي بتكون موجودة على طول ما بتتغيرش. التالي حفظ. جالنا الشكل كده. ما ينفعش ناخد الجيميل كده ونبعته، لا لازم نتك على كلمة التالي اللي تحت دي، وبننزل تحت خالص نتك حفظ. جالنا الشكل كده. ما ينفعش ناخد الجيميل كده ونبعته، لا لازم نتك على كلمة التالي اللي تحت دي، وبننزل تحت خالص نتك على كلمة موافق. كده خلص معانا أول جيميل. طيب بنخش نعمل التالي نفس الموال اللي احنا عملناه في الأول، بننزل تحت وبنتكة. طيب الجيميلات اللي احنا بنعملها بتبقى فين؟ بتبقى هم موجودين هنا. أول حاجة اللي بيبقى فوق خالص الجيميل بتاعك الشخصي اللي هو بيبقى فوق ده، فده انت بتشخبط عليه أو بتقصه في السكرين. طب بتسلمني الشغل ازاي؟ بتسلمني الشغل كده، بتاخد دي سكرين وتبعتها لي بس. طيب بعد ما بنخلص الجيميلات بنخش نمسحها. بنخش نمسحها ازاي؟ بنطلع هنا اهو، بنخش الإعدادات، بس مش بعدها على طول، بعدها بساعة أو ساعتين عشان الجيميل ما يقفلش بس، وما ينفعش حد يركن جيميلات معاه. اللي بتعمله بعته أول بأول عشان الجيميلات هنحطها على برنامج عشان ما تقفلش. ركنة الجيميلات ما تنفعش، انت بتكمل العدد عندنا. بنخش هنا لما بنيجي نمسح الجيميل. الحسابات دي بتكون موجودة في أي تليفون،
بنختار جوجل، بنلاقي كل الجيميلات اللي احنا عملناها هنا اهي اللي موجودة على الجهاز. طبعا بنخش هنا على أي جيميل فيهم، تحت بيكون المزيد اهي إزالة الحساب، بيطلب منك باسورد التليفون، يبقى كده خلاص مسحت الحساب ده. بنكمل ونمسح الباقي، بس أنا عشان لسه ما سلمتهمش فما ينفعش أمسحهم. أهم حاجة الشغل بيتبعت أول بأول. لو عملت 5 في التليفون بيعمل من 4 ل5 في اليوم، وبستنى لتاني يوم بياخد حظر. طب بتعرف منين إنه خد حظر؟ بيجيلك أدخل رقم التليفون، بعد ما بتكمل الجيميل بيجيلك هنا، بعد ما بتكمل الخطوات بيقولك أدخل رقم التليفون. احنا مش عايزين جيميلات بأرقام تليفون. لما بيجيلك كده بتوقف من التليفون ده وتبعت اللي انت عملته فيهم سكرين وتكمل من تليفون تاني، أو تستنى لتاني يوم وتكمل من نفس التليفون. لو تليفونك ما عملش تاني يوم بيبقى عيب أندرويد. شكراً.